في دايما مثلا بتقولوا لي ايه بقى؟ الريتيل ده حله وانا غطا. ايوه صح كده؟ صح. مين هو محمد بقى؟ plan your work then work your plan. يعني حط خطه واشتغل على الخطه دي. براندات كانت كل مصر تشتري منها، زمان انت اللي بداتها في مصر. السؤال الاوقع هو ازاي الانترناشونال براندز ديت عرفت تعرف احنا عايزين ايه. ريتيل از ديتيل. بدايه السوتيكي في مصر كانت على يد اصعب ايام، كانت اصعب ايام. عندهم قوه شرائيه 2 جزء. بتقول ما تفتحش هناك بقال، فيها رزق اكيد، ما دي الشجاعه. انا بالبلدي كده لو فتحت دولابك دي الماركه بتاعتي، في عدو لازم تسكر. هنعمل ايه؟ الحاجات اللي بتتصنع في مصر ممكن تسافر تروح اسبانيا، يعني بتتصدر. ده احنا جامدين بقى. ايه في اللي يطلع بره؟ الاجابه الشجاعه. مساء الخير. مساء الفل. انا عايزك تنسى ان ده بودكاست، وعايزك بقى تنسى اي حاجه، لان انا ما بعرفش الحلقه دي بتمشي ازاي. ده مبدئيا كل بس خير معلوماتك، يعني انا مش عارف ازاي هنكنترول على الحلقه دي، بس يعني انا عايزك تتكلم براحتك وتنسى اي حاجه. انت عارف انا هحاول اكون فورمال على قد ما اقدر، واحاول اكون بروفيشنال على قد ما اقدر، واعتقد يعني انت استاذنا يعني. قول يا رب. يا رب ربنا يستر. في دايما مثلا بتقولوا لي ايه بقى؟ ايوه الريتيل ده حله وانا غطا. ايوه صح كده؟ صح. اخبار الحله بتاعت الريتيل ايه في الوضع اللي انت شايفه في البلد الجميله دي؟ طيب الاول انا مبسوط قوي ان انا بقالي كتير ما شفتكش، ان انا قابلتك النهارده، ومبسوط قوي بالبروجكت اللطيف ده، واي هوب يعني ان شاء الله انه يبقى مفيد لكل الناس. طيب خلينا نبتدي انه الريتيل از ديتيل. الاصل في الموضوع بتاع الريتيل ده ان الريتيل هو ليه علاقه بالتفاصيل، فكل ما تعمقت في التفاصيل اكتر كل ما عرفت تحل مشاكلك اسرع وبشكل اعمق. كويس، ده بما يخص موضوع الحل. يعني كل ما غوطت في الحل الحله بالظبط. كل ما جبت من الاعمق. الحله دي هتعمل قلق انا عارف. فده بما يخص الموضوع ده. يعني ريتيل از ديتيل زي ما بنقول. الوضع في مصر انا شايف ان هو مبشر جدا، وفي كميه فرص مبشر جدا جدا. الوضع الحالي ده مبشر. خلينا نتفق على حاجه، احنا لو بنتكلم عن الريتيل او تجاره التجزئه بشكل عام، هي عباره عن معظمها اكل وشرب ولبس، مش كده؟ بالظبط. وما يخص واساس وموبايلات والكترونكس والحاجات دي ريتيل. يعني دخلنا في مجال الريتيل، فالاوضاع المبشر بالنسبه لي اكتر لللوكال براندز، للماركات المحليه، لانه في فرص كبيره جدا في السوق دلوقتي. المفترض الناس تبقى عندها من الذكاء ومن الشجاعه. الشجاعه دي اهم من الذكاء بالمناسبه. انها تستغل هذه الفرص، لانه في اوبورتيونيتيز كبيره جدا في السوق، وفي بلاتفورم كبيره قوي. انت قصدك ان البراندز اللوكال اللي طالعه ممكن تحل محل البراندز اللي مش عارفه تشتغل في الوقت ده دلوقتي، يعني ولا معناه ايه؟ هو السؤال الاوقع هو ازاي الانترناشونال براندز ديت عرفت تعرف احنا عايزين ايه، فعرفت تبيع لنا منتجاتها صح بشكل دائم وتخلينا لويال ليها بشكل دائم. قالت النيد يعني. لا، هي عرفت انت عايز ايه كويس وبقت تبيعه لك. طب الماركات المحليه او الانتاج المحلي ده احنا عارفين نفسنا وعارفين بعض، ده السوق بتاعنا. ازاي اللي من بره عرف وانا ما عرفتش؟ دي يعني كي فاكتور لازم نسال نفسنا عليه كتير جدا. احنا عايزينك بقى تشرح لنا الموضوع ببساطه، بس قبل ما تعمل ده احنا عايزين نعرف سيادتك سريعا كده مين هو محمد بدر. انا اعرف سؤال صعب قوي، سؤال كليشيه انا عارف وكل حاجه، بس الفكره كلها انا اعرفه من اكتر من 15 سنه، ساعدني كتير جدا جدا في حياتي. الله يبارك. في المولز اللي انا كنت بادرها او بمسكها كان هو دايما من اوائل الريتيلرز الكبار اللي بيحطوا بصمه في اي مول انا ببقى موجود فيه. I have the history وعارف كل حاجه طبعا، بس انا محتاج بس يعني شورت بوكس قوي يعني. طيب حاجه يعني صغيره بس عملت هو خلينا نقول انه اخر 15 16 يمكن 16 17 سنه انا بشتغل في الفاشن ريتيل تحديدا في مصر، في
ومنها الى بعض الدول الاخرى ريليتد، يعني مرتبطه بالماركات اللي كنت باديرها، سواء على مستوى الشرق الاوسط او الخليج او افريقيا والحاجات دي كلها. فهم دول الحقبه اللي ممكن تفيد زي ايه بقى؟ المستمعين. يعني انا عارف ان في الماركات براندات يعني فيري انترستنج، كان براندات كانت كل مصر تشتري منها. زمان انت اللي بداتها في مصر. زمان يعني تقول لنا زي ايه؟ ما اقدرش اقول انا تحديدا يعني، بس اقدر اقول ان انا كنت مدير عام شركه تحت البورتفوليو بتاعها او تحت ادارتها موجوده هذه الماركات. يعني مش انا اللي جبتها تحديدا، في ماركات طبعا انا اللي عملتها انتروداكشن في الماركت، يعني انا اللي قدمتها للسوق المصري كلنا بس. اسامي. نعم. كلنا اسامي عادي. اسامي ماركات يعني لا اه كتير بقى، لاسانسا يعني وتيرانوفا احسن من وكاليوبي ترنوفا وكاليوبي. وبوسيني وفينشي فوت وير من ماليزيا، وكان في زمان جيس وسبري، وفي بالظبط. كان عندنا لوكال براند ممتاز اسمه جي بي كولكشن، ده قديم جي بي جدا. كولكشن، طبعا 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 ده كان اوائل البراندز الفاشن. طبعا وكان في ماركات بس انا نسيتها اكيد يعني، طبعا كان ده من زمان قوي. في حاجه كبيره. وبعدين ال سي وايكيكي إلسي ابتديت وكيكي، بدايه إلسي وكيكي في مصر كانت على يد في اصعب ايام، كانت اصعب ايام بعد يعني الثوره. بدر إلسي وكيكي. ذاتس ذا ريليشن بالنسبه لكل الناس اللي في الماركت باي ذا واي. في واحد مره بكلمه من التليفون التركي اللي كان معايا وبره مصر، فطلع له على التليفون محمد بدر ميبي اتس واكيكي. ميبي. ممكن. لا انا عايز اقول لك، انا على الموبايل بدر جي بي كولكشن. ده من زمان قوي يعني. احنا بنسمي اسامي ماركاتنا بس انت مرتبط بيها بسبب النجاح اللي انت عملته فيها يعني. والله هو الحقيقه عشان ابقى امين معاك، النجاح ليه اكتر من عامل. النجاح واحد ده توفيق ربنا طبعا قبل اي حاجه، لكن النجاح كان مرتبط بايمان الشركه البرنسبل اللي بره بالمشروع كله في مصر. وبين قوسين الجمله اللي قلت لك من شويه، الشجاعه. الشجاعه دي مهمه جدا على فكره. الشجاعه دي هي اللي بتفتح بيبان كتير او بتضيع فرص كتير جدا. الشجاعه مش ان انت تبقى متهور. تهور حاجه والشجاعه حاجه ثانيه. الشجاعه ان انت تاخد قرار وتبتدي تنفذه وتتحمل تبعاته. التهور ده موضوع تاني، ان انت تخش في مشروع غير محسوب، او تفتح في بلد انت مش مذاكرها كويس، او مش عارف ابعاد الموضوع عامل ازاي، ده تهور. فال سي وايكيكي ده ابتدينا، الشركه كانت مؤمنه جدا بالمشروع، كان عندهم قدر كافي من الشجاعه ان هم عارفين في السوق ده بوتنشال او فرصه، ويدروا كمان التيم اللي اشتغل معايا في مصر هنا. انا كنت محظوظ جدا، انا بصنف نفسي من الناس المحظوظين بصراحه، يعني ان انا محظوظ ان انا ربنا وفقني في اكتر من شركه صدقوا فيا. مش عارف ليه بصراحه، بس هم لازم امنوا بالموضوع بشكل او باخر. اولهم طبعا ساس ايجيبت. يعني انا كنت بشتغل في بزنس ثاني خالص، بشتغل في الاف ام سي جي يعني مع بروكتر اند جامبل وبتاع، وبره مصر هم صدقوا ان انا اقدر اعمل كده. فكنت محظوظ كمان بالتيمز اللي اشتغلت معايا، بالفرق اللي اشتغلت معايا. انا ما فيش حد يعني، الناس اللي اشتغلت معايا في ساس مش هم نفس الناس اللي اشتغلوا في ال سي وايكيكي، مش هم نفس الناس اللي اشتغلوا كلهم ماركت ليدرز دلوقتي في اماكن كبيره. كلهم انا فخور جدا ان انا اشتغلت معاهم، وسعيد جدا ان انا اشتغلت معاهم. وانا بصراحه شديده من اكتر الحاجات اللي بتبسطني قوي قوي، واحس ان انا قد ايه عامل انجاز، يعني لما بدخل محل وحد يجي يسلم عليا ويبوسني ويحضني مثلا. يعني انا لسه من كام يوم كنت في شوبينج مول ودخلت محل، فقلت لهم مين المدير؟ قالوا لي فلان. قلت له طب اندهولي اسلم عليه، ففي حد جاي جري يسلم عليا، انا مش مديره ولا عملت ليه باي صله، وكنت مديره من 5 6 سنين مثلا، فجاي جري وسلم عليا ويحضني ويقعد يبوسني وحشتني وبتاع. ده بالنسبه لي اكبر انجاز ممكن. ده حقيقي يعني. لاي حاجه النجاح بالناس اكتر من انه النجاح بالتيم. يعني التيم هو او الفريق اللي بيشتغل معاك هو ده يعني بصراحه هي دي العزوه اللي بتعرف تشتغل بيها كويس. فخليني اقول لك مثلا من ضمن الامثله بتاعت ان انت تبقى عندك شجاعه، فتيجي تشوف مثلا انه درسنا احنا في فتره من فترات 2016 يمكن 2017 الاداره العليا في تركيا في ال سي وايكيكي طلبوا مني مع بقيه الفريق التركي يعني ان احنا نبتدي نستكشف افريقيا ونبتدي نتحرك في افريقيا كويس. فرحنا بلد اسمها كونغو الديمقراطيه. انا مبدئيا تهت وانا رايح اجيب الفيزا، لان ليها سفاره. ما هي ليها سفاره، فانا بدور على سفاره الكونغو.
فجوجل جاب لي مكان في الزمالك، فرحت بالعربيه وبعدين السواق استناني ونزلت. فبسال الشخص اللي واقف على البوابه بقول له دي صفات الكونغو؟ قال لي لا دي صفات الزئير. فانا مشيت. كونغو وزئير كانوا هي دوله هي واحده هي كده تقريبا. بالظبط ايوه كده. ايوه فيعني ده مبدئيا اصلا ده مبدئيا انا رايحين طول دوله مش عارفين انا طول اسمها. ورايح السفاره اصلا. لكن الشاهد من الموضوع ان احنا بعد ما رحنا وذاكرنا السوق وقعدنا فيه فتره مش قليله يعني، ابتدينا نتحرك عندهم نشوف قوه شرائيه كونغو دول. شوف الارقام الدوليه، الريبورتات اللي هي من يورو مونيتور وجي ال ال والشركات الريسيرش الابحاث الدوليه اللي بتطلع تقارير دوريه وبتقول ايه هو الدخل القومي ودخل الفرد ومعدل متوسط مش عارف ايه الحاجات الحاجات الظريفه دي، بتقول ما تفتحش هناك بقال. يعني أصلاً. النتيجه صفر اصلا النتيجه يعني ان انت من الباب كده. ايوه لو فتحت التقرير كده وبصيت فيه تقول لا خلاص انا مش جاي. انا مش جاي اصلا. نو واي، خلاص الباب اتقفل قبل ما تشوفه اصلا. ومع ذلك رحت. لا ومع ذلك رحنا لانه هي دي الشجاعه، هي دي الشجاعه والمذاكره. انت الارقام مش حلوه بس انت لا هتبقى الوحيد. فيها ريسك اكيد، ما دي الشجاعه، بس انت مذاكر. فهقول لك مثال مثلا انه من ضمن الحاجات التركات الصغيره قوي اللي خلتنا اللي خلت الناس تنبهر بوجود براند زي ده في الكونغو الديمقراطيه في كينشاسا تحديدا، انه ان انت السعر اللي محطوط على القطعه ما بيتغيرش كل يوم. فبالنسبه للزبون بيجي يشوف السعر ده هو اللي شافه امبارح، لان البلد فيها عمله بتطلع وتنزل كل يوم، فما بيسعروش الحاجه. ما بيسعر، لا مفيش سعر. تسال فيجاوبك يعني. هم بقى ابتدوا يطوروا مختلفه يعني. يبتدوا يطوروا طرق انه يحطوا ورقه فيها اسامي عنوان المكان، يعني اللي هو في حته ثانيه يس يعني اشطر حد هناك كان سوبر ماركت جاب التاج اللي هي الكترونيك برايسز دي بتتغير، اللي هي السعر الالكتروني بيتحط على الرف ده. فدي ميزه بالنسبه لماركت بتقول ان انا سعري ثابت كل يوم مثلا، فاهم قصدي؟ انه صرح كبير تخش يبص على السعر وبعدين يجي تاني يوم يبص على السعر. لا بس حلو يعني انتوا درستوا اهم بوينت الناس بتشتغل. لا بوينتس كتير قوي يعني ده قصدي بقى ان انت لازم تبقى مذاكر كويس جدا معتمد على الارقام، ده حقيقي، بس لازم تشوف بعينيك كمان، لان انت عينيك اللي هتوريك الفرص. الارقام هتوريك فرص ده اكيد، بس الفرص اللي بتطلع الارقام دي كلنا شايفينها. يعني اي حد هيشوف اي تقرير، اي بي ان ال، اي ريبورت، هيعرف يشوف انه في جاب هنا، في دي غلط، ده والله دي فيها مشكله. اي حد يعني بيعرف يقرا ارقام كويس، لكن لما تشوف بعينيك الحقيقه هتكتشف انت الفرص. والبلد الانفراستراكشر بتاعتها مختلفه؟ ده سؤال بره الموضوع بس يعني فضول يعني. خليني اقول لك على طرفه ظريفه. انا مره راكب العربيه مع الراجل اللي هو فرانشايزي بتاعنا هناك، فهو قاعد على الشمال سايق العربيه عادي زي اللي بقيه البني ادمين، وانا راكب جنبه يمين، مع ان في عربيه ماشيه جنبي كده، فببص فلقيت اللي قاعد جنبي ده الطبيعي ان هو يبقى سايق، لقيته مش سايق اصلا، لقيت اللي جنبه ماسك الدركسيون. فيا جماعه العربيات هنا يمين وشمال، يعني مفيش كده يعني. هونج كونج فعلا يمين وشمال. يعني مثلا في الدوله كلها بتبقى يمين يا شمال، عامله الطرق لانه ستراكشر الطريق نفسه بيبقى بيزد على كده. ففي هونج كونج مثلا العربيات كلها يمين، في يو كي العربيات يمين. مفيش مبدا. فانا قاعد في نفس الشارع انا شايف واحد سايق عربيه يمين وعربيه شمال. لكن انت تتخيل بقى الدنيا. بس دي من التجارب بصراحه اللي علمتني ازاي لما يبقى في اداره قادره تشوف الفرص بعينين الناس اللي شغاله عندها او شغاله معاها، وعندها الشجاعه الكافيه انها تاخد الخطوات دي. الشجاعه دي مساله مهمه جدا، لان احنا للاسف الشديد في ناس كتير جدا في السوق المصري ما عندهمش الحد الادنى من الشجاعه اللي يخليهم يخافوا يروحوا يفتحوا في الاقاليم. مش في الكونغو، في الاقاليم عندهم الشجاعه ان هم يخرجوا بره القاهره والجيزه. صحيح. احنا امتى ماركات، انا فاكر في 2009 يمكن او 2008 قررت افتح براند تيرانوفا ده في المنصوره. فالناس كلها كانت بتتعامل معايا ان انا مختل عقليا، اللي هو ايه يعني ايه تيرانوفا في المنصوره. ورحنا فتحنا وعملنا ارقام فوق الممتازه مع إلسي وكيكي. انا ربنا قدرني وعرفت افتح في مدن كتير جدا واحط بلان في مدن كتير جدا، وكنت من كان الشجاعه دي مستقاه من حاجتين. واحد او اكشولي 3 حاجات، انه شركه عندي باور عشان ابقى امين برضه. الحاجه الثانيه عندي ثقه في السوق المصري. الحاجه الثالثه عندي فريق
مديني تراست ان انا عندك تراست ده بيزد على تجارب انت نجحت فيها لا فوثقوا فيك شويه. هو بصراحه زي ما بقول لك توفيق من عند ربنا، بس هو في الاخر الفريق ده موضوع مهم جدا جدا. مم. انه الشغل ما بيمشيش بصاحبه ولا بيمشي بالمركب، صح، بيمشي بالفريق. تيم وورك. فده معناه ان انت في ماركات عالميه جامده جدا جت مصر وقفلت، مم. صح؟ وفي ماركات كتير. نجحت جدا ما حدش عارف عنها حاجه. يعني تسافر بلدها تقول له تعرف البراند الفلاني، يقول لك ايه البراند ده؟ في يعني بلدها. في بلدها طبعا، هو ما هو له تيجي عندنا هنا تنجح. لانه معاه اوبريتور قوي، ولذلك في في اوبريتورز. مثال؟ ما بلاش بقى امثله عشان في ناس ممكن تزعل مني. لا ده احنا بنقول ان هو هناك مش ناجح وهنا ما ناجح. هم اللي هناك اللي هيزعلوا مني. بس يعني اتمنى ان احنا نكون عالميين لا لهذه لا لا الدرجه، لا بس لا يعني لا اللي هناك ممكن انا يزعلوا. بس يعني يعني قصدي انه في ماركات بوزيشن بتاعها. يعني هقول لك على مثال، بس برضه مش هقدر اقول اسم الماركه يعني عشان هيزعلوا. سبايس كده. لا هيزعلوا. ماشي. في سنه من السنين عرفت بالماركت انتليجنس يعني ان في براند من بولندا مم. جاي يفتح في مصر. فالبراند ده قعدنا شويه، كان بقى بنعمل اجتماعات في اسطنبول مع كل الدول، اصدقائنا بقى من كل الدول. فانا عارف ان البراند ده في بولندا بيعمل لنا مشاكل جامده جدا، ومنين ما يفتح جنبنا بيخسرنا، بيعمل كانيبلايزيشن وبنخسر سيلز. فجاي مصر يعني جاي في ارضي، جاي في ملعبي، فاهم؟ فقعدت اذاكر، جبت كل الداتا بقى من الجماعه بتوع بولندا، وورونا الارقام زمايلنا يعني اللي هناك، ورونا الارقام وبعتوا لي الكوليكشن وصوروا لي المحل وكل اللي كل حاجه. ايوه بقى انت بتجهز للعدو بقى، في عدو داخل عليك لازم تذاكره. هنعمل ايه؟ هنكسر الدنيا المهم ازاي؟ ايه، عدى شويه وقت كده وشفت الهوردنج. انا اول ما شفت الهوردنج 50% من خوفي راح. ليه بقى؟ مكان غلط اصلا مبدئيا، بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني. بولندي بس ايه ده فتح؟ فتح. بولندي؟ مش فزوره هي. لا مش فزوره، قلت لك مش هقول اسم. ماشي. انا اول ما شفت الهوردنج في احد اهم الشوبينج مولز في مصر يعني، انا 50% من خوفي راح. 50% راح. مخايف او رايح مكانه غلط. لا ديفرنت بوزيشن، انت ماشي. اخترت المكان اللي حواليك مش هينفعوك بالظبط. خالص. ماشي. وبعدين بقى يوم الاوبننج، يوم الافتتاح، انا بقى مذاكر بقى، انت عارف انت رجالتي في كل حته وبتاع. قلت للشباب في المحل، بقول لكم ايه بقى، انا هيفتح النهارده عايز المحل على البيكو يعني مفيش غلطه، كله تمام، وبرايسنج وفولدنج والحاجات والفيجوال والحركات بقى اللي احنا بناكل بيها عيش دي. فتح المحل ولا حسيت باي حاجه. ليه بقى؟ انا رحت اتفرجت. اول ما دخلت قلت الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا كاني حسيت بيه ولا حسيت بيه. برايسنج غلط، كولكشن غلط، مش غلط، مش قصدي غلط، مش ماتشنج مع البراند اللي انا عارفه بره. فاهم قصدي؟ فحصل انه ميس بليس، ميس بوزيشن، فما عملش الضجه اللي كان المفروض يعملها. طب ممكن نعكس السؤال؟ اتفضل. ايه اللي يخلي براند مصري، ما دام احنا عندنا النو هاو وفاهمين كل حاجه، ايه اللي يخليه يطلع بره؟ الاجابه الشجاعه. برضه. مصر اللي ما فيش الشجاعه بتاعتنا، احنا تنقصنا الشجاعه بشكل كبير. تنقصنا الشجاعه طبعا. شجاعه مش تهور برضه. شجاعه بمعنى ايه؟ هو الحقيقه يعني الشجاعه دي مهمه برضه، بس الحقيقه هي ينقصنا الفيجن، الرؤيه. ان للاسف الشديد طبعا ما اقدرش اعمم، لكن معظم اللي شفتهم عندهم ماركات محليه، هم مصنعين وعملوا ماركه. حلو. العكس مش دايما صحيح. فانا دايما بسال، يعني بقعد مع ناس كتير وبحاول بساعد ناس كتير وبعمل كونسلتنسي كمان لناس كتير. فانا بسال سؤال، هو حضرتك مصنع وعامل له محل، ولا براند وبتدور له على مصنع؟ لا تاني معلش. تاني. انا راجل عندي مصنع. ماشي. حلو كلام. عملت محل عشان عندي مصنع. صح كده. صح. فتكتشف ان انت مع الوقت تكتشف ان انت عندك ليميتيشنز في التصنيع. التصنيع ده ليه بارامترز، ليه مقاومات، ماشي، وليه حاجات بتخليه ليميتد، بتخليه محدود بشكل او باخر. لكن الريتيل مش المفروض يبقى محدود. مش المفروض. الحدود بتاعه الريتيل هي الزبون اللي انت بتبيع له، اللي هو احنا بنسميه البيرسونا او
الكاستمر بروفايل اللي انت عايز تقدم له الخدمه، اللي هو نركز في الحاجات دي قوي. ها، الكاستمر بروفايل ده عايز تقدم له الخدمه كويس. فانا مثلا هعمل ماركه او هلبس صبحي. ماشي. فصبحي ده بالنسبه لي بني ادم بيصحى وبينام وبينزل وبيشتغل وبيروح وبيجي وبيروح النادي وبيسهر مع اصحابه غير والحاجات. الشخصيه. فهي بيرسونا يعني. انا بالبلدي كده لو فتحت دولابك دي الماركه بتاعتي. صح. فانا لازم لو انا بعمل ماركه لازم أبقى عارف انا بتكلم مع مين. حلو. يعني نبتدي بقى هنا، دي اول حاجه. احنا طبعا. لو لوكال براند أكيد ندور على أكيد. التارجت كلهم عارفين هم بيتكلموا مع مين، بس تبقى عارف انت بتتكلم مع مين. لا، اغلبهم في حاجات هم مش عارفين بيتكلموا مع مين. هو حقيقي ده حقيقي. في براندز كتير هم فعلا تايهين. او انت بتفترض ان انت بتتكلم مع حد بس للاسف هو مش موجود على فكره. يعني انت بتفترض انت انا بخاطب الراجل انت ده، عارف بس الراجل ده هو مش موجود معانا. انت عارف الدكتور عكاشه كان يقول لك عادي لما تكلم نفسك، المشكله لما نفسك ترد عليك. فانت ممكن تتكلم مع عميل محتمل زي ما بنسميه، بس هو الحقيقه ده مش موجود. ده هو انت فاهم غلط. العميل المحتمل ده ما بقاش موجود. يعني احد الماركات مثلا بنشوف كولكشن مش عارف ايه وبتاع، فبنصعب. ودي نقطه من اصعب واهم النقط اللي معظم اللوكال براندز للاسف الشديد للاسف الشديد مع انها ابسط حاجه ممكنه تسعير حقيقي قطعا دي ابسط هرم يعني. دي يعني anyways. فجاي حد مسك لي فستان كده دريس وبتاع، فانا بنسعر مع بعض وبتاع، فقال لي انت عارف ده في زارا بكام؟ قلت له مش عارف ب 3000 جنيه ولا 4000 جنيه. انا مش هينفعش ابيعه اقل من 2000 جنيه. فقلت له ما هو انا وانت بس عارفين ان هو في زارا. انا وانت بس. صح. مين تاني يعرف ان هو في زارا وعندنا؟ صح. ما هو الكسر اللي بيخش لي ده ما بيروحش زارا، والزبون اللي في زارا ما بيجيليش. احنا بنتكلم في ديفرنت سيجمنت تماما بعيد عن بعض. فانت ليه مفترض ان انا لازم اسعر عشان ده شبه ده، اسعر على اللي شبهه؟ ما هو حضرتك الزبون ما يعرف، انا وانت بس اللي عارفين في العالم في الكوكب يعني لو حد دخل من هنا خرج هنا ودي فيري ليميتد ما تبنيش عليها بزنس. بالظبط. دي بتحصل يعني ما تبنيش عليها بس. بالظبط. زي ما بقول لك واحد قال لي يا عامل له عماد فيسبوك عماد مأكد لي البنطلون ده هيبيع. فطبعا مصيبه. فموضوع ان انت تبقى عندك بوتنشال كاستمر وعارف بتتكلم مع مين فتروح له. ماشي. تروح له يعني ايه؟ مش بالضروره تروح له يعني تروح له يعني بكل ما اوتيت من قوه. هي دي الشجاعه ان انت تروح. يعني انا عارف ان انا الكاستمر بتاعي ده في منه ناس كتير جدا على ليفل البلد مثلا في المكان الفلاني مثلا في اكس في كوكب المريخ، وانا عارف وواثق من نفسي انا عارف اتكلم معاه، ما انا هروح له. طب انا مش عارف اروح له ليه يعني. كويس. فتيجي انت النهارده حد عنده مصنع بينتج. اوكي. انت عارف ان التصنيع في الملابس الجاهزه دايما بيبقى كميات كبيره. لا غير الكميات، بيبقى يعني المصنع اللي يعمل بدله ما يعملش مصنع بدله غير مصنع البنطلون غير مصنع التيشيرت غير مصنع يعني مصنع البدل غير يعني ما فيش مصنع في العالم بيعمل كل الحاجات. فعلا طبعا خطوط انتاج بتختلف وفي يعني في تقريبا التيشيرتس والبناطيل مع بعض صح او حاجه كده يعني ليميتد شويه. ما اعرفش، انا مش هعرف افيدك قوي، بس هو ده مصنع متخصص في البدله ده لانه في يعني التكنيك والتشغيل والحاجات دي كلها بتختلف تماما. فانت عندك مصنع بتطلع منتج، فقررت ان انت تعمل محل، فالمحل اشتغل فتعمل براند، فتعمل براند فعايز تتوسع، فتيجي توسع فتلاقي نفسك الله ده انا ناقصني حاجات. الحاجات دي مش عندي، بيقعوا طبعا مش عندي. فتبتدي عندك حاجه الاثنين بقى، يا تبتدي تعملها عندك وتجرب وتجرب في نفسك وفي الزبون، يا تبتدي تعملها عند الغير وبما انك مصنع فبتقعد طول الوقت تفكر ليه هيبقى لي كذا. انا عارف الشغلانه اللي فات عليك بتزيد، ما انا عارف بقى الشغلانه فانا لا ليه وانا اجيب لك القماش وانا اعمل لك كذا، فتخسر يا وقت يا تايم يا كواليتي، يا وقت يا كواليتي يا سعر. however لو انت براند عندك براند وعندك تارجت كاستمر وعندك بيرسونا وراسم رسوماتك وعارف حساباتك فبتروح تقول انا عايز اعمل دول، انت بقى بتعمل كويس، ده بيعمل احسن منك، ده بيصنع قميص، ده بيصنع بنطلون، ده واتس ايفر، فبقى عندك كولكشن بتاعك بيزد على البلان اللي انت حاططها. هو ده الفرق، انت مصنع عنده محل ولا براند بيصنع عند ناس بالظبط. ده فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني احد اهم الماركات العالميه اكبر براند في العالم يعني زارا او اندكس ما عندهمش مصانع،
بيصنعوا عند الغير. اكيد طبعا. انا ايه اللي انت تتخيل ان زارا بيصنع كل الحاجات دي لنفسه؟ عندهم بيصنع جزء، بس انا عارف ان هم بيصنعوا في مصر كمان، في حاجات بيصنعوا في بتتصنع من كل مصر العالم، بتصدر بره. بيصنعوا في مصر وصنعوا في ما احنا بنعملها، هو ليه ما كمبوديا. نعملهاش في حاجات ثانيه؟ صحيح. بيصنعوا في مصر، في كمبوديا، بيصنعوا في فيتنام، بيصنعوا في المغرب. ايوه، الحاجات اللي بتتصنع في مصر ممكن تسافر تروح اسبانيا يعني بتتصدر. صحيح. يعني احنا بنقدر نطلع بص الكواليتي. احنا في الحته دي بتاعت التصنيع دي، لا احنا جامدين قوي، بس جامدين لما حد بيجي لنا من بره يخلينا جامدين. عشان يعني ايه؟ عشان جامدين. التكلفه؟ عشان ايه؟ لا عشان الشجاعه. برضه ايوه يا فندم، والله الشجاعه دي كلمه السر. يعني ماشي. الشجاعه والرؤيه. الشجاعه والرؤيه. انا بس الفكره كلها ان انا بشوف في براندز لوكال بتبتدي بشكل قوي جدا جدا، صحيح. وقطع طالع والدنيا تمام وبيبيع ويعمل تشينز وينزل ويعمل 10 محلات في كل حته صحيح. ويوصل لكل الناس في وقت قليل جدا، ويفضل على كواليتي عالي جدا وتسعير كويس صحيح. مناسب على ان هو براند مصري، فانا بخطط سعر معينه. على فكره البراندات المصريه دي يعني التصنيع المحلي سام تايمز بيبقى اغلى من المستورد، بس يعني طبعا في الظروف الطبيعيه اللي فيها سعر العمله ثابت ومستقر والكلام ده كله، انت في الاخر يعني احيانا الماركه اللي بره دي بتصنع كميات كبيره جدا في دول كتير جدا، فسعر القطعه، تكلفه القطعه ارخص من تكلفه القطعه اللي بتصنع محل هنا. انت في الاخر بتستورد قماش. صح. يعني انت في الاخر ما زلت بتستورد قماش. فهو احيانا بيبقى سعر المحلي اغلى من المستورد. بس احيانا يعني ماشي احيانا، بس انا قصدي ان هم بيفضلوا ماشيين في كيرف معين ومره واحده خلاص يقع منه كل حاجه، كل البروسيس بتاعته بتتغير، يغير تسعير، يغلي الكواليتي، بتقل عشان يحافظ على الكواليتي، يعلي السعر. ايه اللي بيحصل للناس دي؟ ليه بيقعوا في النص؟ ليه؟ هل بيحسوا ان هم وصلوا للكاستمرز بشكل معين فانا ببتدي اكسب بقى اكتر واعمل يعني؟ بص هو ايه الحقيقه الاخطاء اللي ممكن براندز لوكال طالعه احنا عايزين يعني نحددها ما يعملوهاش، على الاقل يتلافوها يعني؟ بص هو الحقيقه انا يعني تبقى الحاجات دي كيس باي كيس، بس في الاخر تعددت الاسباب والموت واحد. يعني في الاخر كلهم او معظمهم اللي بنتكلم عنهم يعني حصل لهم ديكلاين بشكل او باخر، يعني نزلوا شويه او بطلوا يفتحوا، او في ماركات كانت عظيمه جدا وقفلت. يعني في ماركات لوكال كانت طبعا. جميله جدا وقفلت. طبعا. انا ما اقدرش احدد تحديدا ايه اسباب ان هم قفلوا او ليه بيقلوا، بس هو في دايما في مبدا كده طول عمري بحاول بجتهد يعني، وبحاول الناس حتى لو بتشتغل معايا تشتغل بيه، ان هو plan your work then work your plan. يعني حط خطه واشتغل على الخطه دي، صح. اكيد هتوصل لنتيجه، بس المهم يبقى في خطه. يعني مش بالضروره خطه مكتوب، بس على الاقل في مايل ستونز، يعني على الاقل احنا عارفين لما يحصل ايه هنعمل ايه، ولو حصل كذا هنعمل كذا. عارف انت اشطر ناس في بس للاسف ما فيهمش ناس كتير في الفاشن ريتيل يعني بيعرفوا الموضوع ده، البورصجيه اللي بيشتغلوا في البورصه طول الوقت عنده بدايل. لو حصل كذا هعمل كذا، ولو ده نزل هبيع كذا واشتري كذا واخسر في كذا كذا عشان اكسب كذا. طبقها في الفاشن. في بقى للاسف الشديد ريتيلرز اصحاب ماركات في مصر يعني بيتعامل مع البضاعه دي على انها ابنه، يعني بيتعامل مع البضاعه دي على انها اصل من اصول الشركه، بيتعامل مع البضاعه على انها ابنه، يعني اللي هو انا ما اقدرش افرط فيه. خلاص انا جبت موديلات فشلت باظت مش بايعه، بدري بقى من بدري اخلص. يعني ليه؟ بس لا انا هقول لك على حاجه. انا عندي مثال انت اللي عملته بنفسك، ان في براند لوكال انت اشتغلت عليه في مصر واحنا بما ان احنا جوه الاندستري يعني بتاعت الريتيل والفاشن والمولز بتاعت، شفنا التحول ده بعينينا. غيرت ايه في البروسيس مثلا اول حاجه رحتها؟ بص الحقيقه عشان المانجمنت نعطي كل ذي حق حقه، يعني زي ما بيقولوا انه الجماعه دول هايلين بما يخص الانتاج. عندهم كميه نوليدج فوق الرهيبه بشويه، عارف، رهيبه يعني فعلا جامدين قوي في الانتاج. لكن وين كامز تو ريتيل بقى للاسف ما كانش فيه النو هاو اللي يخلي البراند يتحرك في مناطق ثانيه او يعلى في منطقه ثانيه. بس هم كانتاج لا هايلين، كديزاين وفاشن تيست وناس شطار قوي. لا بس برضه اتغيروا. ما هو انت في الاخر حضرتك ككاستمر بتشوف النتيجه، صح.
لكن الكواليتي ما اتحسنتش، هي الكواليتي فضلت زي ما هي، يمكن اتحسنت نسبيا، بس شكل المحل، الديتيلز بقى، ريتيل از ديتيل، طبعا. ففي تفاصيل كان مسهي عنها بحكم الانغماس في الانتاج. مم. الانتاج ده موضوع صعب جدا، موضوع معقد جدا، فانت يا تنتج يا تنتج يا تبقى بتاع ريتيل، ما ينفعش تعمل الاثنين، لانه واحد فيهم بيخسر. مم. يا يتحول الانتاج لمركز تكلفه، صح. يعني كوست سنتر، فيرضي الريتيل على حساب الانتاج، مم. او العكس ترضي الانتاج على حساب الريتيل. يعني لو المصنع بتاعك طلع بضاعه وحشه هتوديها فين؟ هتحطها في الريتيل بتاعك. لو الريتيل بتاعك قرر انه يعمل موديلات بسرعه جدا فكلفه المصنع كتير، هيروح يضغط على بس انا مش الإنتاج. هعرف ابيعها غير بالسعر ده، فالمصنع يخسر. هيروح يضغط. صح. فرجاء عشان ما تقعدش في الدايلاما دي بقيه حياتك، افصل ما كل ما هو انتاج عن كل ما هو ريتيل. طيب بما ان انت مريت بتجارب كانت كتيره مع براندز كبيره، بتكنترول الدنيا ازاي؟ او تقول لنا ايه النصايح اللي ممكن يعني از مانجر او از ليدر ممكن ناخدها نحطها في عين الاعتبار؟ طيب احنا في نقطتين. النقطه الاولانيه، انا بدير مثلا 2000 بني ادم. انا الحقيقه انا ما بديرش ال 2000 بني ادم، انا بدير ال 2000 بني ادم من خلال ناس ثانيه. صح ولا لا؟ ستراكشر. فبالظبط، فهي مانجنج ثرو اذرز، انت بتدير من خلال الاخرين، فازاي الاخرين دول يبقوا وسيط ماشي. عاقل اوكي. محترم تمام. يحتوي من النولج والثقافه والعلوم والحاجات، انه يخلي الناس دي تشتغل بالطريقه اللي انت عايزها. هي دي المعادله الصعبه. طيب حلها ايه المعادله الصعبه؟ كل بني ادم بيحتوي على 3 حاجات. اوكي. كي اس اي دي مش سعودية. لا مش كينجدوم اوف سعودي ارابيا، لا، نولج وسكيلز اوكي. واتيتيود. نولج وسكيلز واتيتيود يعني المعرفه. اوكي. انا بدي حضرتك النهارده تاسك تعملها، ماشي. التاسك دي بتتطلب او اديك شغلانه تعملها، ماشي. تتطلب ان يبقى عندك معرفه بالشغلانه دي، صح. وان انت يبقى عندك سكيلز مهاره، وان انت يبقى عندك اتيتيود، اللي هو الاتيتيود اللي هو طريقه التصرف او كيفيه التصرف في الموضوع بطريقه بالظبط صحيحه. فدي الشغلانه دي بتتطلب 3 حاجات كلنا نبقى عارفينها. يعني بتقول حضرتك ايه؟ اشتغل كاستمر سيرفيس، فهتقول لي المعرفه اللي عندي ابقى عارف ايه ممكن الحاجات اللي العميل يسالني عليه، عناوين الفروع، مش عارف ايه مثلا، معرفه بالبيزنس او لا بالردود اللي المفروض اردها، وعندي سكيلز ان انا امتص الغضب واعمل الحاجات وطبطب على الزبون اللي زعلان ومش عارف ايه والكلام ده، وعندي اتيتيود انا بقى هادي. صح. السر التاني اللي هو لما تيجي تقيم بني ادم في شركه ما او بيشتغل شغلانه ما، فتقول لي ده شاطر جدا، فانا دايما كان عندي سؤال، شاطر في ايه؟ مش اقلاع ان انا بقلل منه او حاجه، بس هو شاطر في ايه؟ شفت شطارته دي فين يعني؟ لا، شاطر في ايه؟ ما هو انا مثلا محمد بدر مثلا شاطر في ايه؟ في ايه؟ في الريتيل يعني، في الكولكشن، في السلكشن، في الفيجوال، في الكونستراكشن، في ايه؟ في ايه؟ ما انا ممكن ابقى شاطر 100% في حاجه وشاطر 80% في حاجه، شاطر 50% في حاجه. فالمدير الشاطر اللي يعرف كل واحد يطلع منه ايه احسن حاجه ويطلع ببساطه شيء جدا. اتعلمنا انه في حاجه اسمها هاو ذا جود جوب لوك لايك، يعني روح من الشغلانه دي فانا وانت عارفين النتيجه. صح. فعارف النتيجه المفروض شكلها يبقى عامل ازاي، مش هنجادج، مش اللي هو طب دي حلوه، لا يمكن تبقى احسن، لا مش عجباني. لا، الحاجات دي كلها هي اللي بتؤدي انه التيمز اللي بتشتغل معاك يا ما تخرج من شركه فيفضلوا مقدرينك ويحبوك قوي ان انت طلعت احسن حاجه عندهم، او انت بتفضل سوري مش عارف اقول عادي تكارك، وتقعد تكارك مع الرجاله ومفيش حاجه بتطلع، المكنه ما بتطلعش قماش. ايوه صح. ناس كتير بتشتغل مش عارف تطلع ليه؟ لانه انت مش حاطط الشخص المظبوط في المكان المظبوط. صح. ومش قايل له المفروض يعمل ايه كويس. انا مبسوط جدا 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 بالكونفرزيشن والحلقه دي. انا مبسوط اكتر ألذ حلقه من اول السيزون. حلو والله العظيم، ألذ واحده لحد دلوقتي، وبصراحه استفدنا منها في حاجات كتير قوي. الله يخليك، وشرفتنا يا فندم. انا الشرف ليا يا فندم، ونتمنى ان شاء مش الله هقعد اتكلم معاك ما احنا هنكمل بس لا ده بس ده انا عشان انهي بس مش انما بعد ما نخلص عادي نرمي مايكات عادي، الشبشب يعني مفيش مشكله، اي حاجه اللي انت عايزها. فبجد تنورتنا وكنا مبسوطين جدا ان انت معانا في توكس. الله يعزك وميرسي جدا لوجودك يا فندم.